بسم الله. اهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصر على قناتكم الشرور الحمام على اليوتيوب. هنتكلم فيه عن التمليح في الحمام او الكوكتيل او البادجي او الدواجن عموما. اللي هو بيبدأ الطائر ياكل ريش الزغاليل بتاعته، اللي هو مسمى العلم الافتراس. هو مرحلة أولى من مراحل الافتراس. زي ما احنا شايفين كده معانا اهو طائر كوكتيل اهو. ده كده الأهالي كانت محدقة منه. تمام، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. وساعات بتظهر الظاهرة دي في الحمام. هنقول باختصار شديد ايه اسبابها وعلاجها، والوقاية خير من العلاج طبعا تلافيها. وفي نفس الوقت لو الطيور في حالة متقدمة، الزغاليل ديت او الصغار ديت في حالة متقدمة من الإصابة، ازاي اعالج الإصابة عند الطائر اللي هو متحدى منه او المفترس يعني. نبدأ على بركة الله. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو حابب ارحب بكل اخواتي المشتركين الجدد في القناة بكل الود ان القاكم، وخالص الشكر والتقدير لكل اخواتي اللي بيدعموا المحتوى سواء باللايك او الشير او تعليقاتهم الايجابية. كل واحد باسمه بصراحة يا جماعة، يعني انا بشكركم جدا، بقرا تعليقاتكم ويعني بشكر شعوركم الطيب ده. انا اتمنى بس ان الفيديو يعني لو عجبكم واستفدتوا منه ادعموا باللايك والمشاركات عشان يوصل اكبر عدد ممكن. طبعا باللغه الدارجه التمليح من الصغار الزغاليل الكوكتيل او الحمام او الافتراس له سببين اتنين. اما ان هي عاده عند الطائر اصبحت عاده عند الطائر، او ان هي يعني صفه طرأت عليه مؤقته نتيجه اسباب انا هقول لحضرتك عليها. لو هي اصبحت عاده يعني عند الطائر عاده خلاص وتعود عليها، بيبقى علاجها صعب شويه. انما ممكن برضو نقول يعني نحاول نقلل منها ازاي. لو هي حاجه لسه ظاهره عندك او بدات تظهر في الجزء الجديد بالذات كوكتيل او حمام، هنقول لك تعالجها ازاي. اول حاجه اسبابها قبل ما نقول على العلاج، عشان لما نعرف الاسباب ونتلافى الاسباب ديت تبقى الوقايه خير من العلاج. ان انا اقدم خلطه حبوب متوازنه للطيور عندي. يعني لو انا باكل حمام زي ما انا عامل فيديوهات التغذيه هنا على القناه، الكلفه المناسبه للحمام والخلطه بتاعتها ونسب النسب ما بين الحبوب والبقوليات في الكلفه. الحاجه الثانيه خلطه التحديق. خلطه التحديق طبعا انا بحطها في الطواجن زي دي كده. دي خلطة تحديق الحمام بينقر منها، وانا عامل لكم فيديو هنا على القناة كاتب فيه تفاصيل التحديق ومكوناته بالظبط. تمام اهو، ممكن ترجعوا له. الحاجة التانية مية الشرب بتاعتي ممكن اضيف فيها اعشاب، اضيف فيها فيتامينات، لو عندك املاح معدنية. وفرت بيئة نظيفة. الاكل عندك بيتقدم على يعني مرتين في اليوم بالنسبة للطيور بتاعتك، فترة صباحية وجبة بسيطة كده او فترة مسائية، او ممكن تقدمه مرة واحدة حسب ما بتعود طيورك. الحاجة التانية يا جماعة الإضاءة عندك منتظمة. لو الطيور اللي عندك منتجة من 14 ل 16 ساعة إضاءة. العوامل دي التهوية والنظافة لو ثبتها بالنسبه للحمام ان شاء الله تتلافى اي مشاكل واي امراض ويبقى في مناعه كويسه. بالنسبه للكوكتيل يا جماعه بيحتاج تغذيه شويه غير الحمام. طبعا احنا المكون الرئيسي البلكم والفلارس، لما الفلارس بتزيد احنا بنخلي مثلا 4 كيلو بلكم لكيلو فلارس او لنص كيلو فلارس حسب انت ما بتعود طيورك. الحاجه الثانيه الكوكتيل بدخل برضو من ضمن المكونات اللي عنده العيش في الاكل. الحاجه الثانيه كمان الخضار، البقدونس، الجرجير، الحاجات اللي احنا بنقدمها كنوع من انواع الخضار لطيور الكوكتيل عندك. حاجه كمان الحبوب اللي هي المستنبته او المنقوعه زي دي كده. ده كده انا بقدمها بالذات لو في زغاليل. دي ممكن تنقعها في الميه 4 ساعات. كسر الفول، القمح او الغله، الذره العويجه او الذره الشام، الذره الاصفر زي ما انتم شايفين كده. في ناس ممكن تضيف حاجات تانية برضو، فول صويا بتاع. انا ضيف برضو بسله. في ناس ممكن تضيف لوبيا. عودت طيورك على كده ده احتياجات الغذائيه اللي هي الكويسه معاها. بالنسبه للكوكتيل انا بتكلم بالنسبه للكوكتيل دلوقتي. الوجبه دهيت يا جماعه بتقدم برضو معاها يعني جرجير، بقدونس، اي حاجه خضراء عشان ما تعملش امساك، كوسه، جزر. طبعا بيض بمقصبات ممكن تقدمه مره في الاسبوع، او تقدمه لو في زغاليل عندك. بالنسبه للكوكتيل ممكن تقدم الموضوع البيض بالبقسماط ده تقدمه يعني لحد ما يتم عمر الزغاليل اللي عندك اسبوع او اسبوعين بكتير. طيب بالنسبه برضو للكوكتيل بحط فيتامينات في ميه الشرب، املاح معدنيه نفس اللي ينفع للفراخ هي اللي ينفع للدواجن. ما بوصيش بنوع معين، هات نوع يكون مستورد او نظيف لو انت عايز تجيب. ممكن تجيب من عند طيور الزينه لو انت عايز كميه صغيره. الحاجه الثانيه السيبيا، وهنشوف مع بعض دلوقتي. هنروح برضو عند الكوكتيل اللي احنا مربينه ونشوف مع بعض
ونشوف الافتراس بدأ ازاي معاها. تمام. او ايه اسباب اللي حصلت في الجزء ده بالذات. السيبيا ده يتوفر دايما، وممكن اخد خلطه التحديد بتاعه الحمام دي، الخلطه دي، واقدمها خشنه شويه للكوكتيل، بودره بلاط على فحم، على يعني على الاضافات اللي هي الخلطه اللي احنا عاملينها، زي الحمرة برضو اللي هي الطوب الأحمر المتكسر كده، بحط عليها نسبة ملح بسيطة، يعني ممكن حبة زيتون كده أحط عليهم مثلا يعني 5 جرام ملح أو حاجة زي كده، بحيث إن إيه ما تزودش عن الملح طعام. وتبدأ تخلطها مع السيبيا اللي ممكن تكون موجودة عندك، بس أنا ما بنصحش بتقديم عظام السيبيا للحمام، ممكن للكوكتيل ماشي. هنروح مع بعض دلوقتي ونشوف الوضع في الكوكتيل، ونقول ايه السبب اللي حصل وتصرفنا ازاي. خليكم معانا. طبعا بسم الله ما شاء الله، من فضل الله ربنا يبارك. دول الجزء اللي حصل فيهم التمليح لاول مره، وهو كان امر طارئ. طبعا لو شايفين، هم خايفين من النور بس بتاع الموبايل، لان الاضاءه هنا انا يعني قايد الاضاءه بتاعت الكشاف. لو شايفين النتايه اهي بدأ يحصل في رصة برضو عملية التمليح، ده كان نقر في كال العرف بتاعها اهو، الريش بتاعها. ممكن مع المراحل المتقدمة يحصل عملية افتراس. ايه اللي حصل؟ ان احنا يعني في الفترة الأخيرة انا انشغلت شوية، فابني طبعا قدم نوع واحد من الحبوب اللي هو البلكم، كسل يقدم الصدف، ما كانش فيه تنويع للاكل، ما كانش فيه اهتمام، العصافير كانت ممكن تجوع شويه، كانت حضرتك، فبدات تلجا ان هي الايه عمليه التحديق اللي حصل فيها. طبعا اللي هنفع اقولها الذكر اللي عمل عمليه التحديق اهو، انا عازله ههتم بيه، انا مش عايزك تتحول لعاده عنده، سبت النتايه تقوم بالزغلولين تساعدهم في عمليه الاكل، والذكر عزلته برده شويه. تمام. الذكر انا عازله هنا اهو، وخايف برضو من الاضاءه، ممكن نطفي الاضاءه دي تكون كمل ماشي. بس طبعا عشان ما تتحولش الموضوع ده عنده العاده، ببدا ان انا ايه اعزله شويه، اديله جرعه فيتامينات، جرعه املاح معدنيه، وبعد كده يعني ايه ابدا ادخله للطاره تاني وتحت المتابعه. طبعا لو حصل ان انت عملت كافه الظروف والجزء عندك ما استجابش، ابدا ان انت ايه اتخلص منه برضو على عيبه كده على وضعه. طبعا من ضمن المكونات اللي انا بضيفها برضو اللب ديت برضو، يعني المهم ان الاهمال في الشيء ممكن يؤدي لمشاكل كتير. كتر فتح الاعشاش على الزغاليل غلط برضو. المتابعه ممكن تبقى بصفه مثلا دوريه، لو في زغاليل تتابعها تشوفها عطلت تشوفها تمام. بلاش ازعاج للطيور عندك، ضوء الشمس المباشر بلاشه. في ناس بتنصح بقص المنقار ده بالنسبه للحمام او للفراخ، انما قص المنقار بالنسبه للكوكتيل لا، انا ما انصحش بينه، لان هو العامل الرئيسي لعمليه الاكل. انا الفيديو البسيط ده حبيت بس يعني ايه اوصل رساله، اتمنى ان هي تكون مفيده. نوع في الاكل عندك لطيورك، اهتم بطيورك. الحبوب المستنبته مهمه جدا، الخضروات لو هتحط فاكهه مثلا زي التفاح الحاجات ديت، بس ما يكونش فيها البذر. البيض بالبقسماط. اتمنى لكم ولطيوركم السلامه، واتمنى ان الفيديو البسيط ده يكون عجبكم، والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو حصري اخر وجديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.